قلبي وقلبه. في هذه الدنيا تعرض عليه الفتن باستمرار، تعرض عليه الفتن باستمرار، عودا عودا، في بعض الروايات عودا عودا، يعني تعود وتعود وتزول وتعود وتزول وتعود. ليه؟ ليختبر الله عز وجل قلوبنا. تأتي أمامك نظرة محرمة، تأتي أمامك جلسة غيبة أو كلمة فاحشة أو بذيئة، يأتي أمامك فتنة من الفتن، ذنب من الذنوب، أيا يكن هذا الذنب يعرض عليك، ماذا ستفعل فيه؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني إيه؟ يعني إيه قلب أبيض كالصفا؟ قلب من كتر ما هو أنكر المعاصي وابتعد عنها وذبها عنه، وابتعد عن مواطنها وأماكنها ومظانها، وابتعد عن الناس الذين يذكرونه بها، وابتعد عن من يدفعونه إليها ويعينونه عليها، ابتعد عن كل هؤلاء. فأيما قلب أنكرها، ده معنى أنكرها، يصير قلبه أبيض كالصفا لا تضره فتنة. بعد ذلك يكون عنده مناعة، يستطيع أن يجابه بها الفتن والمنكرات ولا يتلذذ بمعصية.